بصوا يا حبايبي، بعد ما طلع هقول لكم المساوئ بتاعه المحشي في الايرفراير والعيوب والمميزات. المميزات ان هو فعلا ايه، بيتحشي عادي وايه، وبتسويه واستوى فعلا. واخد بالكم اهو زي ما انتم شايفين كده اهو، يعني استوى والكوسه استوت اهي ما شاء الله اهي، يعني مستويه كلها بس سخن دلوقتي. بياخد وقت بقى، يعني مثلا الاول درجه حراره 180 وبعدين تقللي الدرجه. الاول بتبقى مثلا 40 وبعدين بعدها 170 وتخليها كل 10 دقايق تقللي الدرجه زي على البوتاجاز بالظبط. تمام. فكده طبعا بيستهلك كهرباء، غير كده ان على البوتاجاز بيخلص على طول، هو خلص. واخدين بالكم؟ بس قعد فتره بقى، وكل شويه تهدي النار عليه، تهدي الكهرباء من 40 مثلا ل 30 ل 20، يعني 3 مرات كل 10 دقايق تقللي. بس اول مره تخليها 35 دقيقه. تمام. وفي النهايه بيستوي. هو بس سخن دلوقتي، يعني بصراحه مش عارفه، يعني بيطلع سخن جدا. يعني هو بياخد وقت جامد في الايرفراير وتظبيط كهرباء كل شويه ولازم نتابعه كده، لكن على البوتاجاز احسن.